السلام عليكم. حلقة جديدة ليلة مباراة مصر والأرجنتين. قبل ما أبدأ الحلقة عايز أشكر الشوية اللي عندي القليلين، هم قليلين فعلا، ولكن الشوية الأولانيين دول على راسي، اللي هم دايما باستمرار بيدعموني يعني، وبينسوش يدعموني دايما، يعني دايما بيحسوا إن أنا عندي محتوى، عندي حاجات ممكن تكون مختلفة، فشكرا للناس ديت حتى لو هم قليلين، هم فعلا قليلين، بس ألف شكر ليهم. تعال نخش على ليلة المباراة، وعايز أبدأ بحاجه معينه كده. ان عقلي بيتوقف، انت عارف انا ليا ايه، عقلي بيتوقف عند حتت معينه بشوفها بطريقه تانية. حتى لو انت قلت لي يا عم التصريحات دي بتبقى تصريحات، المهم يعني انا باخد التصريح زي ما هو. تصريحات ابراهيم حسن لما سالوه على ميسي، فقال لهم احنا مش شايفينه وعندنا 26 ميسي. هل الكلام دوت تحت اي مسمى له اي علاقه بالواقع؟ ولا له علاقه بالواقع خالص. لا انت عندك 26 ميسي، ولا واحد ميسي، ولا ربع ميسي، ولا نص ميسي، ولا تمن ميسي. فده كلام مش موجود اصلا خالص. النقطه الثانيه، ميسي احنا مش شايفينه، لا لازم نشوفه. لان لو انت ما شفتوش، ميسي بيلعب بمبدا لو انت مش شايفني انا اوريك نفسي. فلا لازم نشوفه، لازم نشوف ميسي كويس قوي. النقطه الثانيه، هل الارجنتين هي الدبه الباندا؟ يعني مرعبه يعني تخوف؟ الارجنتين هي الدبه الباندا، والارجنتين مرعبه وتخوف. هل انتهى زمن وعصر الفرق الكبيره؟ لا، ما انتهاش زمن وعصر الفرق الكبيره. الفرق الكبيره هتفضل فرق كبيره. تقول لي ازاي؟ طب ما في فرق كبيره، فرق طلعتها. لما الفرق طلعتها كانت في المباراه دي فرق كبيره. يعني النرويج طلعت البرازيل، طلعت البرازيل، لكن النرويج في المباراه دي كانت فريق كبير، فقدرت انها تطلع البرازيل، وهكذا قيس على كده. لكن هل الارجنتين الفريق المستحيل؟ لا، مش الفريق المستحيل. خسر من السعوديه في افضل نسخه ليه، وكان بطل كاس العالم، وخسر من السعوديه عادي يعني. قادرين، قادرين بصعوبه جدا الحقيقه، قادرين بصعوبه شديده جدا. هتحتاج المره دي طريقه مختلفه عن اللي احنا بنعمله كل مره. يعني قادرين، قادرين. طب احنا سهلين قوي يعني لا مش سهلين قوي. يعني احنا ايه، عارف الحته، لحمنا مر، ما نتاكلش، ولو اتاكلنا ما نتندخش، ولو اتندغنا هتلاقيني وقفت في زورك وطرشتني. يعني ما انزلش اتغلب 3 و4 و5 المفروض. طب ليه ما بنزلش اتغلب 3 و4 و5؟ لان انا فرقه بتعتمد على التكتلات الدفاعيه، واكبر عدد ممكن من الفرقه كله تحت الكوره. فعشان كده بمنع ان يخش فيا. انا مش فاتح الملعب يا جماعه، انا راجل نايم تحت الكوره باستمرار، وقاعد تحت الكوره باستمرار. فعشان كده بخلي يعني بقدم للفريق المنافس صعوبه انه يجيب فيا اهداف. طيب، هل احنا عندناش اي اسلحه؟ احنا عندنا اسلحه جباره مش موجوده عند حد. عندنا صلاح، وعندنا مرموش، عندنا السيتي، وعندنا الليفر. اسلحه مش ممكن. لكن على ارض الواقع زيرو. على ارض الواقع زيرو. ما عندناش حد على ارض الواقع. محليين زيهم زي الموجودين معاهم بالظبط، لا بيضيفوا لك شيء، لا من قريب ولا من بعيد. محليين زي اخواتهم بالظبط. لا تحس ان ده بيلعب في نادي كبير انجليزي، ولا تحس ان ده بيلعب في نادي كبير انجليزي. تحسهاش في الملعب، تحسهاش خالص، وما تشوفهاش خالص. نيجي للنقطة بقى التانية، طريقة اللعب بتاعتنا. طبعا انا دايما باستمرار بقول لك ان احنا المنتخب الوحيد اللي لحد دلوقتي ما بيقدمش اي كورة. ما بنقدمش كورة حلوة على الاطلاق، ما بنقدمش كورة، بنقدم عشوائيات. الا في بعض الفترات واللقطات لما الدنيا بتتظبط شويه، على الاقل في المراكز. زي ما انا اقول لك، يعني مش كفايه ان احنا المستويات بتاعتنا وقدراتنا الفنيه قليله، كمان بقعد الاعب. طبعا انت عارف، انا اللي متابعني عارف ان انا من اول يوم في كاس العالم لحد النهارده انا عندي حاله جنان من طريقه اللعب بتاعت حسام حسن، اللي دايما باستمرار بتضيعه وتضيعنا. واول ما يبتدي يعدلها للطريقه اللي انا قلت لك عليها من اول مباراه نيوزيلندا، المنتخب بيلعب عدل لما حسام بيعملها، اللي هي ايه، 4-2-1-3، اللي هي ايه لما بيجيب صانع لعبه حقيقي اللي هو امام عاشور، اللي هي ايه لما بيلعب باثنين جناح صراح، ايا كانوا الجناحين، بس في جناحين صراح وفي فرود. بتتظبط تاني، بقولها لك اتظبطت في الشوط الثاني في ماتش نيوزيلندا لما عملها. والمشكله ان حسام ما بيعملش الكلام دوت الا لما احنا بيخش فينا جون او يحس ان احنا هنضيع. وقف هنا عاجز الله. يعني لما بيبقى داخل فينا هدف
او عايز تكسب او احنا ضايعين بتلعب بالطريقه دي. الله، طب ما انت عارف ان الطريقه ديت حلوه من الاول. الله، طب ما انت عارف انها حلوه من الاول، تخلي شكلك حلو. المباراه الاخيره مع استراليا انت فضلت ضايع، بتقدم عك كروي للدقيقه 70. في ناس تقول لك بس لما نزل هيثم حسن ابتدينا. لا، هي القصه مش في نزول لاعب. ما هي المشكله ان الناس ربطت بين القصه دي. المشكله مش في نزول لاعب اصلا. المشكله ان هو كل اللي عمله ان هو لاعبك الخطه اللي النادي الاهلي بيعرف يلعب بيها. هو المنتخب ده يا جماعه، المنتخب ده كله اهلي ومتطعم بكام لعيب من الزمالك. فسواء اهلي او سواء زمالك، الاثنين بيلعبوا في مصر بالخطه اللي بقول لك عليها. بيلعب 4 2 1 3. الزمالك في اخر فتراته من بعد ما جاب عبد الله السعيد وابتدى يعرف يعني ايه كلمه صانع اللعب ويلاعبه لعيب قدام الاثنين ديفندرين، اصبح النهارده ان الزمالك قادر يلعب على المرتدات وقادر عنده لعيب يقف ويوزع للجناحين اللي كانوا موجودين عنده سواء شيكوبانزا او بيزيرا، وبيلعب بمهاجم جوه. حتى الاهلي نفسه بيلعب بالخطه دي على طول. فلما تيجي النهارده تلعبني 4 2 3 1 دايما باستمرار بنقدم عك كروي، ولما الدنيا بتخرب بنبتدي نعدلها. زي الدقيقه 70 في الماتش الاخير لما الدنيا خربت ابتدى يعدلها، وبقى عندك جنبين صراح وامام عاشور نزل في النص. من الدقيقه 70 لحد نهايه المباراه انت ماسك الكره ومسيطر. واللي يضايقني اكتر ان اتفرج على ناس في كل القنوات، ده بيجنني جدا، ما حدش بيتكلم على النقطه دي. انا مش فاهم ازاي يا جماعه، يا محللين يا كبار يا اللي قاعدين وبتتفرجوا، مش قادرين تربطوا بين اداء مصر السيء في كل المباريات وغياب امام عاشور اللي انت راميه على الطرف وزيكو اللي انت راميه على الطرف. انا اصلا معترض على مكان زيكو، انا معترض على مكان زيكو، وزيكو من الاساس اساسا. انت عارف من اول البطوله قلت لك بالنسبه لي لعيب قليل جدا وكيوت خالص ولا يصلح للعب الا في الانديه المصريه بتاعتنا بس. فمعقوله اكون بلعب بثلاثه 4 1 4 2 3 1 دي مين لعب بيها؟ مين يعرفها؟ شفت المنتخب بقى حلو امتى؟ انا بحاول افهمك دلوقتي امتى المنتخب في لحظات معينه او في فترات معينه لعب حلو. الشوط الثاني ماتش نيوزيلندا، ماتش استراليا من الدقيقه 70. طب اشمعنى؟ ايه اللي حصل؟ لاعب اللعيبه في الوقت دوت في مراكزها. فتيجي تقول لي اصل احط محمد صلاح مع الثلاثه اللي قدام في النص، يعني هو بيلعب بثلاثه اهم، يحط صلاح هنا وقدامه مرموش. هو صلاح هنا بيعمل ايه؟ لعيبها فين؟ يعرفها منين؟ كتالوجه نازل هناك على عدله رجله الشمال باك وينج رايت، طول عمره بيلعبها وحافظها، حافظها ويعمل لك منها خطوره. امام عاشور، يعني ايه امام عاشور يلعب وينج هنا او هنا؟ يعرفها منين هو؟ لعبها فين؟ هل دي امكانياته ان انا استلم على الخط واجري مثلا واعمل وافتح سبرنت؟ مش بتاعتي، انا راجل عايز اقف على الكوره واعمل فنتات وعندي القدره، قدرات لاعبين. زيكو يا عيني ملوش حد يسال عليه، مرمي وخلاص، وبالتالي كل مره بنلعب بمنتهى السوء وربنا بيسترها معانا. طيب المباراه دي دايما باستمرار انا بشوف الاسمى والافضل ايه. خلاص انت اكيد حفظت معايا، انا بالنسبه لي بحب العب 4 2 1 3. ودايما اقول باستمرار 4 2 1 3 مش معناها يعني ان انت فاتح خطوطك ولا نيله. انت كده كده وانت مضغوط عندك اربعه والاثنين هينزل معاهم امام عاشور، هيبقوا ثلاثه، وهينزل لك كمان الوينجين معاك ورا، يعني الفرقه كلها هتبقى ورا تقريبا، الفرقه كلها ورا. يبقى اذا لا ابداع في الدفاع باي خطه كانت، اي خطه مفيش ابداع فيها، ما احنا اوريدي كلنا ورا. هلعب بخمسه 3 2، هلعب باربعه، مش عارف ايه. في حاله ان انت مضغوط انت الفرقه كلها ورا، كلنا في ال 18 ورا، فمفيش ابداع هنا. طب انت ليه مصر تلعب ب 4 2 1 3 يا احمد؟ علشان في حاله الهجوم. اذا الخطه دي في حاله الهجوم تفيدنا احنا، لكن كل اي حاجه ورا عبي عادي، رص الاتوبيس ورا باي شكل كان انت عايز، 3 4 3 4 3 اللي انت عايزه، العب بخمسه، لكن دي هتفيدني في التحولات. طيب انا مع فرقه زي الارجنتين المفروض العب مش مستعجل المكسب. انا ما استعجلش المكسب، والفرق بقدراتي انا لا تستعجل المكسب على الاطلاق. انت هادي نايم في الذره، انت هادي مركز ورا، واقف صح، متمركز صح، صاحي جدا للنتاشين، مش مستعجل اي حاجه خالص. لانك هتلاقي فريق الارجنتين طبقا لاسم الارجنتين وعظمه فريق الارجنتين، الاحساس بالذات عندهم ان انا ادافع قدام مصر ده تهريج. انا هنزل ادوس واضغط على اي فرقه من الاول. وهيراود فريق الارجنتين شبح كاب فيردي، شبح كاب فيردي. الشبح بتاع كاب فيردي هيفضل يطاردهم، ان المباراه كانت ديت ممكن يضيعوا فيها. للاسف الشديد هياخد الحذر الكامل وهو بيلعب معاك، وحاول يتلافى كل الاخطاء اللي عملها في ماتش كاب فيردي.
يعني هيحاول يخلص معاك بدري بدري. نمسك فريق الارجنتين بس شويه. فريق الارجنتين مشكلته كمان معانا ان غير ان ده فريق قوي، فريق متاسس صح. متاسس صح، هسيبك مش بالضروره ان كل اللعيبه الكومن اللي بتمسك الكوره تك تريتيت تراتات، ولكن فكره ان فريق متاسس صح دي احسن بكتير من اللعيبه اللي هي تي 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 تي. ليه؟ استلام وتسلم راقي جدا، تصويب راقي جدا، اوفرات راقيه جدا، لعب سريع، تحكم في رتم المباراه، فراوده بتعرف تطلع تركب الكوره، استلام تحت ضغط خصم، حاجات احنا للاسف بعيد عنها شويه. كمان احنا بنلاعب فرقتين مش فرقه، احنا بنلاعب فريق الارجنتين وبنلاعب ميسي. يعني دول فرقتين، ليه؟ لان ميسي ده لوحده فرقه خاصه. ميسي فرقه لوحده تانية خالص، بعيده كل البعد. يعني ممكن تقول لي ايه؟ امبابي وفينيسيوس وكريستيانو وفلان وعلان، اقول لك كل دول لعيبه عاليين تقدر تعمل بينهم مقارنات وتختار الافضل وترتبهم لانهم كلهم لعيبه طبيعيين. انما ده انسان مش طبيعي، ده بره الكوكب نهائي. ميسي ممسوس ملبوس، في حاجه مش طبيعيه، ده بجد انا بشوفه كده مش طبيعي. البني ادم نفسه مش طبيعي. اللي بيعمله في الكوره مش طبيعي، انا نفسي ما اعرفوش، يعني ما اعرفوش، ما اقدرش اقول لك ان ده طبيعي في الكوره. لما تتفرج على بني ادم بيغير اتجاهاته بالمنظر العجيب، مع حجمه الصغير، مع انه ما بيتصابش طول عمره بالاصابات اللي مش ممكن، مع الجسم الصغير، مع ما بيغلطش، مع التفكير اللي سابق على طول، اي حاجه في اضيق الظروف بقدر اعملها، مش ممكن. فده مش طبيعي، فده فرقه لوحده. قصه ان انا العب على ميسي رقابه لثيقه ومان، ده ضرب من ضروب الجنون. انك تمسك واحد ميسي طول المباراه، ده يضيعني انا ويضيع مني لعيب يفضل واقف كده ظل ميسي، يضيعني انا ويقدر يضحك على اللعيب ده باستمرار في اي لحظه. لان ميسي غير اي لعيب. اللعيبه في الفرقه كلها مهما كان نجوميته، لو فرقته بتهاجم بتلاقيه هو كمان واخد الريتم معاهم وبيجري، لو فرقته بتدافع بتلاقيه هو كمان نازل ولو شويه. الا ده، اتفرج على اللي بقوله لك، اتفرج على اللي بقوله لك، الفهمان بيجيب حتت كده. ميسي ممكن تبقى فرقته طالعه وبتهجم بس هو بيتمشى. يا ابن التنكه، ايه ده يالا؟ ايه التناكه دي؟ انا اتمشى. يعني ايه؟ يعني هنا زمايله بقى فاهمين طريقه اللعب بتاعته. هنا ميسي مش عايز الكوره، انا بتمشى، انا دلوقتي مش عايزها او مش في الوضعيه اللي افضل ليا ان انا اخدها، او بنيم الراجل اللي معايا، المهم انا دلوقتي مش عايزها. فالفرقه من نفسها بتلاقيها تلعب مع نفسها هي وبتشيله من حساباتها. في لحظه معينه وهو بيتمشى تلاقيه ابتدى يجري ويتحرك، هو دلوقتي عايز يجري ويتحرك، وكأنها إشارة لزمايله أنا دلوقتي عايز الكورة. وفي اللاوعي بتاع اللعيبة أول ما بتشوف ميسي دلوقتي ابتدى يتحرك، مهما كانت مين في رجله الكورة بيديها له. خلاص، ميسي دلوقتي في الفرقة كلها بتهجم وميسي بيتمشى، مرة واحدة ميسي ابتدى يتحرك، كلهم يبتدوا، اللي معاه الكورة يبتدي يلعب على رجل ميسي، نبتدي هنا ندي لميسي. فده ما يتمسكش بمان خالص، لانه هيغفل المان وهيضيع علينا لعيب، ما ينفعش. كلنا كده كده نايمين تحت الكوره، كلنا نايمين تحت الكوره. ميسي اول ما يستلم الكوره الناس بتبقى قريبه منه وبتعمل بلوكات عليه، والقريبين منه بيعملوا بلوكات عليه، دايما باستمرار، خصوصا الديفندرين عينهم باستمرار عليه. بيتحرك، هنا بنبتدي نتحرك معاه. هيجي يستلم الكوره كلنا بنروح ونعمل عليه بلوكات مع بعضينا، اوكي، لكن واحد لوحده لا. مش مستحبه يعني. طبقا للطريقه اللي بنلعب بيها، سواء كانت اي طريقه هيلعب بيها، او حتى لو فكر يلعب ب5-3-2 اللي هو بقى خلاص يعني 5 ورا، قدامهم ديفندرين ومعاهم واحد كمان وموجود معاهم امام عاشور، وتلعب بفرودين بس سواء صلاح او مرموش، ايا كانت طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها، هي طريقه انت بتقفل بيها الجيم وتحاول تحد من اكبر خطوره هتيجي، خصوصا ان هم يخترقوا. لكن بيفضل سلاحين موجودين طبقا لكتاب الكوره لاي فرق بتقفل الجيم، لا اما العرضيات لا اما التصويب من بره ال 18. العرضيات اكيد دي لعيبه ما بتعملش عرضيات اي كلام، يعني اللي هو اوفر يقلش والكلام ده، لا، هتلاقي عرضيات قويه جدا، احجامهم مش طويله، تساعدنا احجامنا ورا، نقدر نحد منها شويه، يعني ممكن ما يجيش منها خالص، ما بقولكش ما يجيش منها خالص، لكن السلاح ده نقدر نحد منه قوي الزحمه الكبيره اللي احنا هنكون عاملينها. لكن في سلاح برضه خطير جدا عندهم، ودي اللي انا خايف منها اخطر حاجه.
التصويب من بره والكرات الثابته اللي على ال 18 والتصويب من بره ال 18. دي اكبر نقطتين انا خاف منهم، لان ميسي في الحته دي ما بيجليش. ميسي ما بيجليش الحاجات ديت وبيعملها على طول على الجون يعني. التصويب خطير من بره، دي اكتر سلاح انا خايف منه معاهم. لو استمرنا بالنهج اللي احنا هنلعب بيه ده صعب جدا ان احنا نخسر، ولو حتى المباراه يوم ما نخسر واحد كتير يعني، وممكن نروح لابعد نقطه كمان في مباراه معاهم. طب احنا نعمل ايه؟ احنا لا جديد بالنسبه لنا يا جماعه، احنا لا جديد بالنسبه لنا. لو ما لعبتش بالطريقه المثلى اللي انا بقول لك نلعب بيها، واللي انا حابب ان احنا نكون دايما باستمرار بنلعب بيها، اللي هي الطريقه اللي بتخلينا نمسك كوره ونبقى ند حقيقي لاي فرقه، وهننام تحت الكوره، يبقى احنا هنلعب على المرتدات. ده السلاح الوحيد اللي احنا نقدر نلعب عليه حقيقي يعني، نلعب على المرتده. اي بقى خطه تلعب بيها تعتمد على وجود صلاح وسرعات مرموش، ويا ريت المساحات اللي هتكون موجوده في ظهر الارجنتين، طبقا لان الفرقه كلها هتكون بتهاجمك، الفرقه كلها اصلا بتهاجمك، ما عندكش غير سلاح المرتدات انك تقدر تلعب عليه. وللاسف الشديد برضه بقولها لك تاني، هل احنا جيدين في عمل المرتدات؟ لا، احنا مش جيدين في عمل المرتدات. يعني عندك مرموش وعندك صلاح، اسماء وسرعات، لكن على ارض الواقع للاسف الشديد لحد دلوقتي بلح. المرتده دي بتتفرج عليها بتتعمل ازاي مع فرق بتتعمل نموذجيه، ولكن احنا ما بنعملهاش برضه كويس للاسف الشديد يعني. اهم شيء احنا مش هنروح كتير، فارجوكم لما نيجي نطلع بواحده او اتنين ايا كان العدد بتاعهم اللي هيجي لنا، احنا محتاجين نكون مركزين قوي يا جماعه فيهم، وبخلاء قوي انهم يضيعوا مننا. الماتش هيكون فيه التحامات قويه جدا، والموضه في كاس العالم ده زي ما انت شفت من الحكام، مفيش حاجه اسمها فاول، ولا لو طحنتوا في بعض انا نادر قوي لما اصفر. دي موضه طالعه جديده وتنبيه كبير من الفيفا للحكام، ما تصفرش لما تلاقي الواد بيطلب يطلع على المصريين، هنا ممكن تصفر. في التحامات قويه محتاجين نبقى واقفين على رجلنا قوي ونضرب زيهم بقوه، محتاجين ده تركيز واحنا رايحين يا جماعه. الانانيه، لعيب زي مرموش، لعيب زي صلاح، كانوا اسوأ اتنين لحد النهارده، هم اسوأ اتنين موجودين في المنتخب، ما قدموش اي حاجه. مرموش ما بيديش لحد، صلاح مش في مستواه، وما اعرفش امتى اصلا في حياته مع المنتخب اساسا كان في مستواه، ما اعرفش اصلا، عمري ما شفته بيعمل حاجه مع المنتخب. لكن وجودهم مطلوب، وجودهم مطلوب للاسف الشديد، وجودهم مطلوب طبقا للاسماء وطبقا لوجودهم مطلوب، وعلى مبدا ممكن يغيروا لك الماتش في اي لحظه. عايزين لما نيجي نروح يا جماعه نبقى بخلة قوي، مركزين قوي ان احنا نروح نجيب واحده وننام، وانت عارف ما اروعنا في النوم، احنا سيد من ينام ورا، وهنضرب وهنلعب بحماس وهنلعب بروح وهنكارك وهنطفش. مش عايزين المباراه تطول مننا قوي. دايما اقول لك المنتخبات العربيه مش حاجه حلوه ان المباراه تطول منك. افريقيا عموما والعرب، كل ما المباراه تطول منك كل ما تركيز اللاعب العربي والافريقي بيقل، بيتوه، بيقع بدني فتقع ذهني. انت بدني مش كويس، اللي مخك عايز يعمله جسمك مش هيقدر يعمله. عشان كده دايما بقول باستمرار زي ما قلت لك، اهم نقطه واهم سلاح عندهم خلي بالك منه، انا بقول لك كمان لازم باستمرار تبقى مركز قوي 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 في اي تفصيله صغيره هتجيلك، اي تفصيله صغيره هتجيلك، اي اوفر هتفكر تعمله لما نوصل هناك. واحنا ما بنعملش اوفرات كتير لان ما بنوصلش كتير على الفرق، يكون معمول كويس قوي، متشال كويس قوي، سواء من وضع الحركه وهو بيتشال او ايا كان اتشال حلو. ليك فاول من على بره ال 18 يتعمل كويس بكل التركيز. تركيزنا وتمركزنا في المباراه دي هو الحق، وروحنا طبعا. احنا فرق تعشق التحدي كمان مع الفرق الكبيره، ودايما بنكون باستمرار على مستوى الحدث. احنا على مستوى الحدث زي الاهلي كده بالظبط. الاهلي بيلاعب غزل المحله ممكن تلاقيه شبهه، يروح يلاعب ريال مدريد ممكن تلاقيه شبهه. فاحنا على مستوى الحدث، عايزين نكون بكره فعلا على مستوى الحدث ده، عاملين حسابات كل الناس قوي. الناس ما تسرحش عن ميسي، الناس ما تسرحش عنه، لانه ميسي شاطر جدا بالطريقه التمشيه اللي بقول لك عليها، ان يخليك تسيبه. لاحظ اللي بقوله لك دي حاجات
مش هتلاقي حد قالها لك اصلا. تمشيه ميسي في الملعب، وميسي بيمشي في الملعب هو بيحاول يخلي كل الناس تسيبه، ويبقى الاهتمام انه يبقى ماسكك بعيد. ليه؟ ميسي بيتمشى والكرة في حتة تانية، طب خلاص كلنا على الكورة. بيحاول يفضي لنفسه اكبر قدر من اللعيبه، لان ميسي في نفسه عارف ان كل الانظار عليه، كل الناس هتيجي عليه وكل الناس هتضرب فيه. فبيعمل لك عارف اللي هو ايه، ده جزء من الخداع الاستراتيجي. ما نسرحش عنه ده خالص، ده ما يتسرحش عنه نهائي نهائي نهائي. باذن رب العالمين نلعب بالطريقه ديت، وربنا ممكن ان شاء الله باذن الله يوفقنا ونعدي. يعني ممكن ربنا يوفقنا ونعدي. اللي خلى كاب فيردي تعمل جيم كبير يا جماعه ليه لا؟ كاب فيردي عملت جيم كبير، والارجنتين اول مره كانت تقابل فريق كبير هو كاب فيردي، وسدوا معاه. كاب فيردي اللي لسه جاي، لسه صاعد، ولكن قماشه لعيبه كاب فيردي مختلف عن القماشه بتاعتنا يا راجل. حتى كاب فيردي والله حتى كاب فيردي فيها لعيبه عنك، ليهم تكتيك عنك، بدني اعلى منك، فنيات اعلى منك، وما عندهمش اسماء. بالروح والعزيمه بتاعتنا قادرين ان احنا قللوا الاخطاء يا جماعه، قللوا الضرب. مهند لاشين طبعا انا ما بقتنعش بيه نهائي، زي ما انت عارف من اللعيبه اللي ما بقتنعش بيه على الاطلاق، اخره محلي زي زيكو. الضرب ان احنا نضرب اللعيبه من بره يا جماعه خلي بالكم، لان ده لعيب متهور بنسبه كبيره، يليه في التهور مروان بنسبه اقل. حسام عبد المجيد لو هيبقى موجود هيبقى لعيب برضه متهور. رامي ربيعه لعيب متهور. احنا السويبرات عندنا نقطه ضعفنا، دايما بقول لك اضعف حته عندنا السويبرات بتاعتنا. كريم حافظ لو هيلعب وميسي مايل ناحيته هيبقى على عبء كبير جدا، ولكن في نفس الوقت اكيد مش هيتساب لوحده. السويبر بتاعه هيضم عليه، والجناح بتاعه هينزل عليه، ولاعيب من نص الملعب ديفندر هينزل عليه. دي كل حاجه ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله ونعدي، وتبقى فعلا فرحه ما بعدها فرحه. سلام عليكم.